السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. السيسي طالع بيقول لنا إن فيما معناه إن الدولة أي دولة تبدأ تحصد التطور بتاعها أو الشغل بتاعها أو التعب بتاعها بعد 100 سنة، يبان المجهود اللي عمله يعني الحاكم. يعني بالعجل كده، يعني 100 سنة دي يعني تطلع 3 أجيال. يعني 100 سنة تطلع 3 أجيال، يعني احنا هنموت بحسرتنا وبجارتنا في البلد دي عشان خاطر ننتظر السيسي لما يعني باين فشله انه مش عارف يدير اي شيء، ببلاهه وبغباء. يعني لو واحد جاهل اقسم بالله العظيم هيعرف يدير البلد ديت عن السيسي. لو واحد جاهل مش متعلم ما دخلش مدارس بس عنده حكمة في الإدارة كان هيدير البلد ديت احسن منه. يعني انت ادلك 13 سنه ما تحرق في دمنا وتسجن الناس وتموت الناس وتجهرهم وتحصرهم وتشيل الدعم وتشيل معرفش ايه وترفع الاسعار ومجنن الناس ومنتظرين استنوني سنه واستنوني 20 سنه واستنوني سنتين، وفي الاخر جاي تقول معاكم 100 سنه. عدى منهم 13 سنه، يعني قاعد لنا ما شاء الله كده 77 سنه. مين بقى اللي هيكمل حضرتك بقى؟ ربنا يديك العمر كده واحنا ان شاء الله ياخدنا ويريحنا منك بقى. ما ملهاش حل غير ان احنا ربنا ياخدنا دلوقتي. هي ملهاش حل غير كده. لا، وطلع لك في لقاء، طلع في لقاء قاعد لمم لك ائمه المساجد، الناس اللي معاهم دكتوراه وماجستير، ومقعدهم كده زي التلاميذ. شفت المدرس لما بيحط قاعد التلاميذ قدامه يقول لهم اسكتوا ما اسمعش صوت؟ قاعدين فاردين ايدهم قدامه ما يقدروش يتحركوا يمين ولا شمال. اصنام قاعده قصاده، وبقترح عليهم فكره اكاديميه جديده او دراسه جديده هياخدوا فيها شهاده اعلى من شهاده الدكتوراه. شهاده ما اتعملتش على مستوى العالم كله. على مستوى العالم كله ما فيش حد سمع عن شهاده اعلى من شهاده الدكتوراه. احنا عارفين ممكن الواحد يحصل على شهاده يعني كذا دكتوراه يعني في كذا مجال مختلف. امام مسجد يقوم يقول له مثلا ده غلط او ايه لازمتها شهاده ايه انت عايز ايه عايز ايه من امام المسجد؟ ده بيعلم الدين، يا بيعلم الدين حياه، الدين حياه، بيعلم الدين. عايز منه ايه؟ عايز تعالوا وما اعرفش وحطهم في اكاديميه الشرطه ولا في مكان عسكري كده يعني. انت ليه مصر تفسد في الدين؟ ليه مصر تفسد في الدين بتاعنا ليه؟ يعني انا يعني مش عارفه انت قدرنا ولا احنا اللي قدرك ولا ايه الحكايه بالظبط. انا مش عارف. الواحد قسما بالله العظيم الواحد بيكتئب ونفسيته بتتعب من اللي شايفين البلد داخله عليه وملهاش حل، مش لاقيين لها حل فعلا. المشكله ان انا كنت ممكن اهيج الدنيا واقول اطلعوا ثوره زي ما الناس بتقول، لكن انا ضد الثورات. لأن الثورات خرابها اكتر، خرابها اكتر، ايجابياتها سلبياتها اكتر من ايجابياتها. لكن الناس خلاص هتنفجر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. المرض انتشر في البلد وكانوا مكتمين اعلاميا، بس لما اتفضحوا زي المره اللي فاتت برضو ايام 2020 برضو بداوا يتكلموا ما اعرفش عن فيروس ايه. بدل ما تعمل اجتماع يا سيدي هات ناس علماء زي ما قال برضو في 2020 أو ربنا ينتقم منهم. نزلوا بالاوامر غصب جاي يهددوا الناس اللي مش يجي ياخد التطعيم هي مش عارفه يترفد من الشغل، واللي لازم يكون معاك شهاده بتاعه التطعيم. وطلعوا ناس علماء قالوا يا جاي يا ولاد التطعيم ده فيه مشكله يا جماعه، في ناس في حالات هتموت وفي ناس ما اعرفش هيحصل ايه. والوقت بسمع من علماء دلوقتي حاليا ان في فيروسات اتزرعت في التطعيم اللي اتاخد ده، اللي كان اجباري الثلاث تطعيمات اللي خدناهم عشان ناخد الشهاده، شهاده دخول الجنه اللي السيسي امرنا بيها. وكان بيخلي الشرطه فوق رقبتنا ولازم بالامر مفيش حد ينفع يدخل ياخد معاش يقبض معاش ولا يدخل اي مصلحه حكوميه الا لما لازم تكون معاه شهاده التطعيم دي. وطلعوا يطبلوا ويزمروا الكلاب اللي في مصر. دلوقتي بيقولوا في فيروسات اتزرعت عن طريق التطعيم ده في جسم الانسان. يعني بيقولوا يعني الفيروس المنتشر دهواتي مشكله مش زي فيروس كورونا اللي هو بتاع كوفيد 19 ده اللي عدى بتاع 2020 ده. هو بيقولوا بيختلف من حاله لحاله، وجاي كمان الناس اللي هي خدت تطعيمات والناس اللي هي مناعتها قويه. يعني عايزين يخلصوا فعلا على كام مليار الاموات اللي هو عايزين يخلوا المليار الذهبي بس في العالم. مخططات عالميه وصهيونيه. وربنا رزقنا بواحد ما فيش مخ يدير بلد يفكر. طب لما عرفت ان في يا سيدي في شك 1% حتى او في كلام او اشاعات حتى طلعوا الاخوان ان في تطعيم دوت في مشكله، ما تجيب علماء. ما البلد مليانه عليها شباب ملجحه بتوع كليه علوم وبتوع اللي دارسين كيمياء واللي دارسين فيزياء واللي دارسين وبتوع الطب. هاتهم نيلهم بدل ما تعمل مؤتمرات تجيب لي فيها الشباب بتوع الكاكي ومش الكاكي والفاكي، وتجيب لي شباب يطبلوا لك ويزمروا لك ويسقفوا لك وتضحك على العيال المساكين بتوعت اللي عندهم توحد وتضحك عليهم وتطلع تبص وانت اصلا مش طايقهم قدام الكاميرات. اعمل مؤتمرات زي دي، اعمل اجتماعات، ادرس
هات حل، شوف الحياه اللي داخله البلد دي اللي بتطعمها للناس دي. ولا انت عميل فعلا، ولا انت مشترك معاهم في الخطه ديت عشان تقضي على معظم الشعب المصري؟ ما انت قلتها مش مشكله نضحي بجيلين، ما انت عايزهم بدل ما يبقوا 100 مليون يبقى هو كفايه مليون، وانت تديله بقى يبقى ايه في ثروات في مصر بقى. ولسه في ولاد كلاب متخلفين طالعين يدافعوا يقولوا احنا وراه في ايه يا شويه متخلفين؟ انت ناقصكوا ايه يحصل في البلد تاني عشان خاطر تكرهوا الشخص ده؟ ناقصكوا ايه تاني؟ يعني ايه الدعم يتشال كده 100%؟ يعني ايه الاسعار تولع مليون المية؟ يعني ايه فشل في كل شيء؟ مش ما في لا في تعليم ولا في طب ولا في دراسة ولا في اي زفت على دماغكم؟ المشكلة ان احنا نتاخد في الرجلين، كنتوا تدخلوا في 60,000 داهية. اللي يطبل للظالم يغور في 60 داهية. واشرف صرف ده لما اتقبض عليه ما كان جاي كلمة حج؟ حتى لو كان عايز ترند، حتى لو كان عايز شو اعلامي، حتى لو عايز يطبل زيادة عن اللزوم، بس كان كلمة حج. صدقت وانت الكذوب يا شرف يا صدف يا صرفي. صدقت وانت الكذوب. يعني ما ألفش كلام ما صحيح فعلا. يعني ايه دولة مديونة والاقتصاد بتاعها واجع ودراع من مدينة الانتاج الاعلامي؟ مدينة الانتاج الاعلامي متلجحة ب 60 ليرة متقفلة. هي على فكرة كانت بتتباع خردة من سنتين بالظبط، كانت بتتباع خردة. وانا اعرف الناس كانوا رايحين يشتروا المخلفات بتاعتها، الحديد بتاعها وكان في ما اعرفش اجهزة وحاجات كده كانت مرمية، كانت هتتباع خردة بمليارات، اتعملت من دم المصريين برضو. وانت كملت كل يوم متخلف عشان رايح تعمل مدينة انتاج تانية من دم الشعب تاني. هو غباء وخلاص. يعني هو غباء وخلاص. مش كفايه كده حد يقول للي بيسوق الحمار اللي بيسوق ستوب؟ حد لوجه الله يقول للحمار اللي بيسوق ستوب؟ الا فيكم رجل حكيم، الا فيكم رجل عاقل. وحسبي الله ونعم الوكيل في البلد اللي خربت. وشكرا لحسن استماعكم.